كملوا عناصر القصه اللي ما ذكرتهاش. علاش عملوا الشيء هذا؟ كان عندهم موقف ايديولوجي منه، كان عندهم موقف فكري، كانوا مانيبيولي، كانوا يحبوا يترقاوا على ظهوراتنا، كان ثم سياسه، كانوا ملزمين. شنو بالضبط اللي حصل؟ نحبوا نفهم واحنا علاش حصل الشيء هذا. انا فلنفترض اني انا كل التهم اللي حولي صحيحه، انا من حقي باش نعدي ربطيتي عادي كيما اي سجين بكرامه. يعني تونس بلاد مستقلة والناس يعني أريقت دماءها من أجل أنه تكون مستقلة. علاش يصير فيها يعني الشيء هذا؟ أنا ندعوهم، أنا مستعد لهنا وموجود غدوة إذا كان يجيوا الجلادين هذوما ويعترفوا، أنا مستعد نغفر لهم، أنا مستعد نغفر لهم بشرط يجيوا ويعترفوا ويعتذروا ويفسروا ويجاوبوا على الأسئلة. وأنا تعرفوا أنه في الهيئة سألتوني قلت لكم أنا ما متبع حتى حد، وأنا نحكي عن نفسي، وليس في هذا مزايدة على بقية الضحايا اللي من حقهم اللي يطلب المحاسبة القصاص هو حر، هو حر. أما أنا عن نفسي قلت لكم اللي ماني متبع حتى حد، وما حاجتي باش نحاسب حتى حد، فقط أنا أريد كشف الحقيقة، الجواب عن الأسئلة. نحب يتسجل في التاريخ، المرحلة السوداء هذه تتسجل في التاريخ باش ما تعودش. أنا جيت لهنا باش اللي صار عليه ما يتعودش على بنتي، ما يتعودش على بنات التوانسة ولاد التوانسة. أنا ربما معناتها الثورة هذه اللي صارت ربما العمر ما يخلطنيش باش نلحق يعني على نتائجها الحقيقية، لكن على الأقل ولاد التوانسة بنات التوانسة ما يعيشوش الشيء اللي عشناه هذا. إذا كان عملوا نهار مع سلوك حتى ولو خالفوا القانون، على الأقل تحفظ كرامتهم. ما يجيش جلاد يحط مساجين عراية مع بعضهم، يحطهم في زنزانة أسبوع كامل عراية، وفيهم الكبير وفيهم الصغير، أسبوع كامل ناس عراية في زنزانة. علاه؟ شنو المعنى؟ شنو هي العقوبة؟ يعني الغاية أنك تخرج مدمر، تخرج محطم، تخرج عقيم. ثم يعني ثم شكون راهن على أنك تخرج ما تجيبش الصغار. الحمد لله أنا كان السجان يضربني على راسي، العلم اللي عندك في راسك نخرجهولك. الحمد لله خرجت، كملت مسار الدراسي، عملت ماجستير، كملت المتريز، جيت الاول في الكلاس نتاعي، الماستير الاول على الدفعه نتاعي، نعمل في رساله الدكتوراه. الحمد لله نساهم في البحث العلمي، نساهم يعني في اشياء اي معناتها جهه تناديني باش نساهم بافكاري. يعني هذا بالنسبه لي انا معناتها انتصار على الجلاد، وانتصار على التعذيب، وانتصار على الاراده اللي حاولت يعني تجهلني. انا توا حاسس بالم كبير ياسر. 8 سنين قداش من كتاب ما قريتوش، قداش من فكره جديده، من منهج، وانا معناتها هذوما ما تنجمش تباري كيبيري. معناتها تو باش ترجع للكتب اللي الفت باش ترجع لهم، والمقالات والجرايد والمجلات العلميه. ثم نوع من تحس بنوع من القهر، نوع من الهانديكاب اللي ما تنجمش تتجاوزه. يعني كان ثم مراهنه انه الشخص هذا نعملوا له عمليه اخصاء، ما يلزمش يجيب الصغار. الحمد لله معناتها عندي بنتي، وبنتي معناتها حلوه وعسله، وديما نهبط عليها في الفيسبوك قصدا. انا نحب نهبط تصويرتها مش من باب التفاخر، وعندي بنتي يعني باش نبين انه انا انتصرت على من اراد يعني ان يعيقني عن الانجاز.